السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة هنعمل الكبدة بالردة، طريقتها جميلة وسهلة جدا، من الأكلات الجميلة اللي ما بتاخدش معانا وقت، يعني نص ساعة ونخلص كده الغدا على طول. تتعمل بقى سندوتشات مع سلطة طحينة، تتعمل وجبة كاملة مع بطاطس ومكرونة، حلوة جدا. انا ما بغسلش الكبدة، بجيبها بحطها في مصفى اصفيها نص ساعة، وبعد كده بجيب البولة واحطها فيه، احط عليها معلقة كبيرة من الثوم ومعلقة كبيرة من الكمون ونص معلقة من الفلفل الاسود ونص معلقة من الملح ونص معلقة من الكزبرة. احط كمان عصرة ليمونة كاملة عليها. اللي معايا ده كيلو الا ربع من الكبدة. هقلبهم بقى كويس علشان كل التتبيلة الحلوة دي تدخل كده في الكبدة. الكبدة مبتاخدش وقت كتير في التتبيلة، يعني نص ساعة وبتشرب على طول التتبيلة. هقلبها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعد ما اقلبها كويس هسيبها بقى، اغطيها واسيبها نص ساعة ونشوف بعد كده هنعمل ايه. تمام زي ما انتوا شايفين كده. لو اول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بعد ما اتبلت كويس جدا وشربت معايا التتبيلة على طول، بجيب بقى بولة وحاطة فيها كوبايتين من الردة الناعمة ونص كوباية من الدقيق الأبيض. أحط كمان عليها بقى التوابل عشان كمان نطعمها. أحط فلفل أسود وكمون وكزبرة وتوم باودر، من كل حاجة نص معلقة. وهقلبهم بقى كويس عشان التتبيلة تدخل كده مع الدقيق والردة. الردة تكون ردة ناعمة. بعد ما قلبتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه دون، هبتدي بقى اجيب قطعة قطعة، هجيب بقى قطعة قطعة من الكبدة وهحطها كده بقى في اللي احنا عملناه، البقسماط والدقيق والتوابل الحلوة اللي احنا حطيناها. هضغط بس بايدي كده بطراطيف الايد علشان خاطر تتماسك فيها، ما يخرجش من الكفر اللي احنا بنعمله ده، ما يخرجش من الكبدة. تمام كده. والدقيق كمان هيساعدها جدا. كل مكان كده ونضغط كويس جدا لحد ما تتماسك كويس معاه. بعد كده بقى هحطها في طبق وهعمل بقى قطع قطع بنفس الطريقة. تمام زي ما انتوا شايفين. هجيب بقى قطعة تانية برضو بطراطيف الصوابع كده، نضغط عليها كويس، وبعدين نقلبها الناحية التانية ونضغط برضو كويس جدا لحد ما تتماسك فيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنكمل بقى الكمية كلها بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها دي. تمام بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد بقى ما خلصت الكمية بالشكل ده. ممكن تسيبيها كده نص ساعة في التلاجة، وممكن تشتغل على طول فيها بقى طاسة على النار، نقدح الزيت كويس جدا، وبعد كده ننزل بقى بواحدة واحدة. اول ما تتشمع من تحت بنقلبها على الناحية التانية. طبعا الكبدة ما بتاخدش وقت خالص على النار، حتى لو كانت تحمير بالشكل ده. تمام بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تتشمع من تحت ونقلبها على طول على الناحية التانية، وتطلع معايا بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام كده. هنزل بقى بالقطعة التانية ونعمل بقى كل الكمية بنفس الطريقة دي.
اول ما تشمع من تحت بنقلبها على الناحية التانية، وبعدين نطلعها بالشكل اللي انتوا شايفينه. تمام كده. هكمل بقى الكمية كلها بنفس الطريقة دي. لحد ما خلصناها بقى وطلعناها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. جميلة جدا زي ما انتوا شايفينها، حلوة قوي. ممكن نعملها بقى في سندوتشات كده وسلطة طحينة عليها. ممكن تعمل بقى مع بطاطس ومكرونة ووجبة كاملة. المهم ان بيكون غدا بيكون لذيذ جدا وبيخلص على طول، يعني مش هنقف في المطبخ كتير، ويطلع معانا بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. بتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واحلى كبدة رد، احلى كبدة بالرد. والسلام.